في سنة 2025 شهد كوكب الأرض بالضبط في المملكة المغربية نوعا غريبا من طقوس التزاوج يعرف بطلب الزواج المول. هنا في قلب المركز التجاري ينحني الذكر البشري على ركبتيه مستعرضا لفريسته بكل حذر متسلحا بهدية تعرف بالخاتم والقلب المنفوخ الحقيقي والمزين. والفارسة هي الأنثى المختارة، تتقدم بخطى ثابتة في الدرج الإلكتروني أو عفوا في الدرج الكهربائي، محملة بتاريخ يعود إلى 200 سنة من الارتباك والتردد. يتجمع الأصدقاء والمشاهدون يلتقطون اللحظة بعدسات هواتفهم وكأنهم يشاهدون حدثا كونيا خارقا. تجد تجار العجل من هذه العملية يتواجدون بالقرب من الضحية. والآن سنصل إلى اللحظة الحاسمة. هل ستقبل الفريسة العرض أم ستنسحب وتترك الذكر معلقا في الفراغ الوجودي؟ الجمهور يكركر وآخرون يصورون ويتظاهرون بالبكاء. الفتاة مصدومة تنظر ولا تفهم شيئا في هذا الحدث المصدوق. وها هي لحظة الحسم، لقد سقط الخاتم وسقط قلب الضحية، بل الأكثر من ذلك سقوط قلب الضحية قبل الخاتم. والأدوار تغيرت، أصبح الصياد هو الفريسة، هروب الفريسة خوفا من الشوهة والفرشة. لكن هواتف بياعي العجل لا زالت مشتغلة تقوم بتوثيق الحدث وكأنه نهاية مسلسل تركي. هنا تنتهي حلقة الوثائقي المغربي المستقبلي، حيث الحب يمر عبر مر كمول ويطوح في الدرج الإلكتروني.